سلام أميرات وحبيبات، توحشتكم. إن شاء الله أنتم تانا تكونوا توحشتوني باسكو عندي شوية ياسر درت لكمش فيديو اليوم. حبيت نشارك معاكم تجربتي في هذوك اليامات اللي غبت فيهم. درت واحد لو سيروم طبيعي، قلت خليني نجربه، اذا شفت فيه فايده نشارك معاكم، اذا ما شفتش فيه ننساه. دونك البنات، هاد لو سيروم الطبيعي راني شفت فيه فايده روعه، وزيد غير بثلاثه مكونات برك. البنات، اذا ما زلتي ما اشتركتيش في القناه اشتركي وفعلي الجرس باه يوصلك كل جديد مني. وهيا خلينا نبداو لا فيديو تاعنا. وهذه البنات لابوتي اللي انا استعملتها وديجا راهي شوفوا قدامه بقالي منها غير شويه برك. دونك البنات، انا راني شفت عليه فريمون نتيجه روعه، ترطيب، نضاره، بشرتي تفتحت. دونك خليكم معايا وركزوا مليح، والاهم انكم تجربوه وخليوا لي تعليقاتكم اذا جربتوه. وحبيت نقول لكم واش راح يدير لنا هذا لو سيروم اذا استعملناه على بشرتنا. اول حاجه انه راح يرطب البشره بعمق لانه فيه مكونات الترطيب، وثاني حاجه راح يعطي نضاره ولمعان للبشره، وثالث فائده راح يشد البشره ويحسن ملمسها، ورابعا انه راح يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة. والمكون اللي راح نستعملوه البنات في هذا لو سيروم اللي هو جل الويفيرا. والفايدة تاع جل الويفيرا هنا انه راح يرطب لنا البشرة بطريقة خفيفة وما يخليش فيها لمعة ولا دهون. والمكون الثاني اللي هو العسل، وهنا البنات العسل راح يعطي إشراقة فورية لبشرتنا، وراح يعالج الحبوب إذا كانت عندك، ويوحد لون البشرة. والمكون الثالث اللي هو تونر الأرز، هذا البنات ديجا عندي نستعمله صباح وليل، دونك راح نستعمله في هذا لو سيروم، والفايدة تاعو انه راح يمد نضارة ويفتح البشرة. رايحين نديو البنات 2 مغارف صغار من الويفيرا ونص مغرفة من العسل. وهنا البنات رايحة نصب عليهم 2 مغارف كبار من تونر الأرز. أنا الكمية اللي حطيتها هنا راني زدت عليها من بعد، غير التصوير راهو تقطع لي. ونبقى نحرك فيه البنات مليح حتى المكونات كامل تتجانس مع بعضها. بعد ما بقيت نحرك فيه المكونات
تاع هاد لو سيروم كامل راهم تجانسوا، ودركا رايحه نحكم هذيك لا بوتاي اللي انا نظفتها وغسلتها مليح، راح نحط فيها هاد لو سيروم تاعي. راح نخليكم البنات هنا تشوفوا قوامه روعة. حبيت البنات هنا نزيدكم نصيحة ولا زوز هما، انه اول نصيحة البنات كي تستعملوا وهذه غلطة يديروها ياسر، جامي تقربوا لا بلوبات لوجهكم لانه راح تهز هذيك البكتيريا وتعاد ترجعها في هذاك لو سيروم. وتاني نصيحة ديروا كمية صغيرة تكفيكم مدة اسبوع هكا باش ما يفسد لكمش. وصلنا البنات لاخر الفيديو، ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذا الفيديو والنصائح اللي عطيتهم لكم. شاركوه مع صحاباتكم حباباتكم اخواتاتكم باه يستفادوا، وخلي لي تعليق مليح كيفكم، واشتركوا في القناة اذا ما زلتي ما اشتركتيش، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. في امان الله، نحبكم.